في أغسطس 2006 في سان فرانسيسكو، قدامه 6 شاشات وقهوة ساقعة والساعة 3 الفجر، ومع طلوع الصبح هيكون سيطر على كل منتديات الكاردينج في العالم. مش بنك، مش حكومة، ولا حتى ناس عادية، هو طالع على الهاكرز نفسهم. 6000 واحد، 4 منتديات: دارك ماركت، توك كاش، ذا فوجد، وسكانديفينيان. دول لوحدهم كانوا العالم كله بتاع الكاردينج الإنجليزي. أكتر من 2 مليون بطاقة ائتمان مسروق، وعمليات نصب بحوالي 86 مليون دولار كل سنة. 6000 مجرم قدام أدمن واحد بس، وفي خلال 48 ساعة هيبقى ماسكهم كلهم. المنتديات بتاعتهم، الأكاونتات، السمعة، كل حاجة. كل ده بسبب باسورد من 4 حروف أدمن استخدمه مرتين، والأسوأ إن ولا واحد فيهم يقدر يبلغ الشرطة. في ضاحية صغيرة في أيداهو سنة 1972، طفل بيكبر هناك ذكي وفضولي، من نوعية الأطفال اللي يفكوا الراديو مش عشان يكسروا، لكن عشان يفهم هو شغال إزاي. اسمه ماكس باتلر، وأول 14 سنة من حياته كانت شبه الحلم. بعدها أهله اتطلقوا، أبوه ساب البيت، ومن ساعتها حاجة جواه اتغيرت. دخل الكلية وقعد فيها سنة واحدة بس قبل ما قضية اعتداء تدخله سجن الولاية. خرج سنة 1995، اشتغل شوية شغلانات، اشتغل دعم فني بدوام جزئي، وبعدها اكتشف الانترنت، قنوات IRC ومنتديات تحت الأرض، وناس بتفهم الأنظمة بنفس الطريقة اللي الموسيقار بيفهم بيها الآلات. والأول مرة في حياته ماكس حس إنه لقى مكان ينتمي ليه. نقل على كاليفورنيا، اشتغل سيستم أدمن، وعمل أداة حماية مشهورة اسمها أراكنيدز، وبكل المقاييس كان واحد من الناس الكويسة. والمشكلة إن إيمانه بده هو اللي ورطه. سنة 1998 اكتشف ثغرة خطيرة شغالة على آلاف سيرفرات الحكومة الأمريكية. أول رد فعل عنده ما كانش إنه يبعت تقرير ويستنى، لا، راح بنفسه وقفل الثغرة على سيرفرات البنتاجون من غير أي تصريح، وبعدها نشر التصليحات علني وبعت تنبيهات للأدمنز في كل مكان. هو فعلا كان مقتنع إنه بيعمل حاجة صح، لكن محقق القوات الجوية اللي وصله كان شايف الموضوع بشكل مختلف تماما. ال FBI ما قبضش عليه فورا، بالعكس قدموا له عرض. والجزء ده من القصة فعلا تحسه إن فيلم، بس هو حصل بجد. الجهة اللي المفروض كانت تدخله السجن شافت دماغ ماكس وقدراته، وقالت ممكن نستفيد منه أكتر، يبقى مخبر يساعدهم يحددوا الهاكرز الخطرين، وفي المقابل يخففوا عنه. وماكس كمان وافق. بعتوه مؤتمر ديف كون في لاس فيجاس، أشهر مؤتمر هاكرز في العالم. آلاف الناس اللي عايشين بنفس طريقة ماكس في المنطقة الرمادية بين الأنظمة والناس اللي بتبنيها. شغلانته كانت يدخل وسطهم، يكسب الثقة، ويرجع يبلغ ال FBI بكل حاجة. في ديف كون قابل محامية اسمها جينيفر جيرانيك، متخصصة في الدفاع عن الهاكرز. هو وظفها، وده يا إما دليل إنه ذكي، يا إما علامة إن الراجل كان عارف حياته رايحة على فين. تعاون ال FBI معاه ما كملش كتير. سنة 2000 اعترف بالذنب في قضية دخول غير مصرح بيه لسيرفرات وزارة الدفاع. القاضي جيمس وير حكم عليه ب 18 شهر سجن فيدرالي. دخل السجن كرجل قفل ثغرات الحكومة من غير إذن، وخرج منه كشخص أصعب بكتير إنك تصنفه. السجن غير المعادلة، مش بسبب اللي حصل جواه، لكن بسبب اللي كان مستنيه بره. لما ماكس خرج سنة 2002، عالم شركات الأمن السيبراني اللي كان ممكن يحتويه قفل أبوابه في وشه. وجود حكم فيدرالي على اسمك في المجال ده مش مجرد نقطة سودة، ده حيطة كاملة. هو بنفسه كتب عن الفترة دي بعدين في مذكرة للمحكمة. الكلام كان هادي وبسيط، وده اللي خلاه أسوأ. قال كنت مشرد وبنام على كنبة عند صاحبي، وما كنتش لاقي شغل. الراجل اللي عمل الأراكنيدز واللي قفل ثغرات البنتاجون من باب المبدأ، وال FBI نفسها شافته مفيد لدرجة إنها تجنده، بقى نايم على كنبة في كاليفورنيا من غير دخل ولا طريق واضح لقدام. وفي اللحظة دي دخل كريس أراجون حياته. أراجون ما كانش هاكر، ده كان حرامي بنوك سابق، وخد قرار عملي جدا إنه ينقل شغله للعالم الرقمي. مخاطرة أقل، مكسب أعلى، ومفيش شنط فلوس بتفرقع بصبغة في وشه. كانت شبه مثالية ببساطتها. ماكس كان بيستخدم وايرلس قوي يلقط الاتصالات اللاسلكية غير المشفرة من مطاعم ومؤسسات مالية، ويسحب بيانات بطاقات الائتمان من الهوا حرفيا، وبعدها
يدي الأرقام لأراجون. ناس أراجون ينسخوا البيانات على كروت فاضية، ومراته تبيع البضائع اللي اشتروها على اي باي بسعر أقل شوية. عملية نظيفة موزعة وصعب تتبعها. وبالنسبة لواحد بينام على كنبة، ده حل المشكلة الحالية. لكن ماكس ما كانش مخلوق لعمليات صغيرة. بحلول 2004 كان بدأ يبص لعالم الهاكرز تحت الأرض ويشوف حاجة محدش واخد باله منها. فراغ ضخم بيكبر يوم بعد يوم. في أكتوبر 2004 ال FBI نفذت العملية اللي كانت بتحضر لها من سنين، Operation Firewall، حملة ضخمة ومنسقة في أمريكا وأوروبا. قبضوا فيها على أهم مشغلي منتديين، الشادو كرو وكاردر بلانت، أكبر منتديات تجارة بيانات الكروت المسروقة في العالم. في ليلة واحدة كل حاجة انتهت. السيرفرات اتصدرت والأدمنز اتحطوا في الكلبشات. بالنسبة للشرطة ده كان انتصار ضخم، لكن بالنسبة للعالم السفلي كان فوضى كاملة. آلاف الكاردرز حوالين العالم فجأة بقوا من غير مكان يروحوله، من غير سوق موثوق، من غير بنية تحتية، من غير طريقة يعرفوا بيها مين الحقيقي ومين عميل فيدرالي داخل بأكاونت مزيف وبيسجل كل كلمة. المنتديات اللي اتبنت في سنين، السمعة، أنظمة التقييم، شبكات الثقة، كل ده اختفى في ليلة واحدة. واللي فضل بعد كده كان صمت وشك بس وخوف من الكل. ماكس كان بيتفرج على كل اللي بيحصل، والناس كلها كانت شايفة ده دمار وفوضى، لكنه هو شاف حاجة تانية خالص. شاف سوق من غير مورد، مجتمع إجرامي كامل من غير بيت، وعالم كامل مستني بالظبط الحاجة اللي هو يقدر يبنيها. بس كانت في مشكلة ضخمة، ازاي تقنع آلاف المجرمين المجهولين، ناس لسه شايفين عالمهم لسه بيقع بسبب المخبرين والاختراقات، انهم يثقوا في منتدى جديد معمول بواسطة واحد ما يعرفهوش. ما ينفعش تعلن، ما ينفعش تعمل حملة، ما ينفعش تبعت رسالة لكاردر وتقول له تعالى المنتدى الجديد بتاعي، ده والله آمن. الثقة في العالم ده محدش بيديها لك ببلاش، لازم تتبني بسمعة وتزكيات وسنين من الوجود. وماكس ما كانش عنده وقت لكل ده، فقعد يفكر في المشكلة. أي حد طبيعي كان هيقول إن الحل ياخد سنين، تبني المنتدى عضو عضو، واحدة واحدة، لحد ما كاردرز ماركت اللي أطلقوا بهدوء في يونيو 2005 يبقى ليه قيمة. لكن ماكس وصل لاستنتاج مختلف تماما. هو مش محتاج يكسب ثقة الناس، هو محتاج يخلي نفسه الاختيار الوحيد. والطريقة مش إنه يبني حاجة أكبر من المنافسين، الطريقة إنه يتأكد إن المنافسين نفسهم ما يبقوش موجودين أصلا. اللي كان ناوي يعمله قبل كده محدش عمله قبل كده في تاريخ الجرائم الإلكترونية. محدش فكر يستخدم أدوات الهاكينج ضد البنية التحتية الإجرامية نفسها، مش ضد بنوك، مش ضد حكومات، ضد المجرمين نفسهم. الأهداف كانت 4 منتديات: دارك ماركت، توك كاش، سكانديفينيان كاردنج، وذا فوجد، أكبر تجمع للكاردرز النشطين على الكوكب وقتها. عشرات الآلاف من بيانات الكروت المسروقة بتتباع كل أسبوع. أدمنز فاكرين إن حمايتهم قوية عشان نجوا قبل كده من اختراقات حصلت، لكنهم عمرهم ما واجهوا حد زي ماكس. اختار يوم 16 أغسطس 2006، حجز شقة صغيرة في التندرلوين، جاب كمية قهوة حتى ما كملش شربها، وقعد قدام شاشاته بخطة دقيقة لكل هدف. دارك ماركت أولا، الأكبر والأصعب. الأدمن هناك عمل غلطة واحدة بس، أعاد استخدام الباسورد مرتين. غلطة شكلها تافه لحد ما تقع في ايد واحد بيفكر زي ماكس، وده كل اللي كان محتاجه. ذا فوجد وقع عن طريق شهادة رقمية متسربة من ايميل شخصي لأحد الأدمن، خيط رفيع جدا لدرجة انه المفروض ما ينفعش يشتغل، لكنه اشتغل. اما توك كاش وسكانديفينيان كاردنج فوقعوا عن طريق ال SQL انجكشن، هجوم ضعيف ودقيق ياخد دقايق لما تبقى عارف تدوس فين بالظبط. واحد ورا التاني خلال 30 ساعة شغل متواصل، المنتديات كلها اتفتحت قدامه، سحب كل حاجة، قواعد بيانات المستخدمين، الباسوردات، الرسائل الخاصة، كل محادثة بين أي عضو على مدار سنين. وبعدها نقل كل ده على سيرفراته هو، ثم بمنتهى الهدوء والكفاءة مسح النسخ الأصلية بالكامل، مش عطلها، مش خربها، مسحها نهائي. المنتديات ما وقعتش برسالة ايرور، هي ببساطة اختفت من الوجود. سنين من البنية التحتية، آلاف العلاقات، مجرمين بنوا سمعتهم وحياتهم جوه الجدران دي، كله راح في لحظات. 6000 مجرم صحيوا الصبح لقوا ميل جماعي واحد في صندوق الوارد. المنتديات اللي كانوا عايشين عليها
اختفت. اكونتات، السجل، باسوردات، كله اتنقل لمكان واحد، كاردرز ماركت، تحت إدارة راجل واحد. الإيميل ما كانش فيه اعتذار ولا تهديد، كان بارد وواثق بشكل مرعب. أهلا بيكم، دلوقتي في منتدى واحد بس، هو ده. بيانات دخولكم القديمة لسه شغالة. بعضهم اتجنن من الغضب، بعضهم هدد، وفي مكان ما ناس عندها أسلحة حقيقية في الأدراج جنب سريرها كانت بتقرأ الرسالة ومش عارفة ترد ازاي. لكن أغلبهم عمل نفس الحاجة في الآخر، دخلوا المنتدى غصب عنهم ومن غير بديل، لأن ماكس كان صح في حاجة من البداية. أسهل طريقة تخلي الناس تثق فيك إنك تتأكد إنه مفيش مكان تاني يروحوله، بس في حاجة محدش في العالم السفلي كان يعرفها وقتها. واحد من المنتديات اللي ماكس دمرها، دارك ماركت، ما كانش مجرد منتدى إجرامي، كان مخترق أصلا من الحكومة. قبل هجوم ماكس بشهور، عميل FBI اسمه كيث مولارسكي كان بيتسلق بهدوء داخل صفوف دارك ماركت. شخصيته المزيفة كانت سبامر بولندي اسمه ماستر سبلينتر، شخص خبير موثوق من النوع اللي المجرمين يرتاحوا له. وبحلول الوقت اللي ماكس مسح فيه سيرفرات دارك ماركت، مولارسكي كان بقى مودريتور بالفعل. ولما المنتدى وقع شاف فرصته، راح لأدمن بريطاني اسمه جيلاسي وقال له تقريبا نفس الكلام اللي ماكس استخدمه عشان يبني امبراطوريته. منتداك اتدمر، المستخدمين اتفرقوا، وانت مش قادر توقف هجمات ايس مان، سيبني انا امسكه، انا اعرف ابني حاجه تستحمل. جيلاسي وافق، وواشنطن كمان وافقت، وفجاه كده FBI بقت هي اللي بتشغل منتدى اجرامي. دارك ماركت رجع اونلاين بعد ايام. مولارسكي كان عامل نسخ احتياطيه لكل حاجه. المستخدمين اللي ما كانوش راحوا الكاردرز ماركت رجعوا تاني. فجاه بقى في قوتين مسيطرين على العالم الاجرامي الانجليزي، واحد بيشغله ايس مان والتاني عميل فيدرالي، والاتنين عارفين ان في يوم واحد لازم واحد فيهم يدمر التاني. اللي حصل بعد كده كان واحد من اغرب المواجهات في تاريخ الجرائم الالكترونية. مولارسكي بشخصية ماستر سبلينتر حافظ على صورة هادية ومتزنة، بيساعد الاعضاء، وادمن موثوق بيبني الثقة بالطريقة البطيئة اللي اي عميل سري محترف محتاجها. اما ماكس فكان بيهاجم باستمرار، كان بيفتش في بنية دارك ماركت، دور على اي نقطة ضعف ويحاول يسحب المستخدمين من ناحيته. في وسط ده كله بدأ يشك في ماستر سبلينتر نفسه، كان حاسس ان في حاجة غلط. ماكس كان شاطر في قراءة الأنظمة، والناس بالنسبة له مجرد نوع تاني من الأنظمة. بدأ يسحب IP لوجز، يقارن مواعيد الدخول، يرسم خريطة لتحركات ماستر سبلينتر، وبعدها لقى الحاجة اللي قلبت كل شيء. في بيتسبرغ بنسلفانيا ما كانش سيرفر، ما كانش IP FBI مجهول، لا، راجع لمكتب ريلاي مش VPN ميداني. ماكس اكتشف عميل فيدرالي متخفي بيدير منتدى إجرامي، وكل ده باستخدام المنطق وتحليل الشبكات بس. نشر الكلام فورا في العالم السفلي، كتب ماستر سبلينتر فيدرالي، دارك ماركت عملية مراقبة، اخرجوا يلا بسرعة. واللحظة الموضوع كان ممكن ينجح، بس رد مولارسكي ما كانش ذعر، كان دقة. اتحرك بسرعة، عدل بيانات الهوز، شال كل الآثار الرقمية اللي ماكس لقاها، وبعدها قلب الهجوم على ماكس نفسه. بدأ يقول إن آيس مان هو المخبر الحقيقي، وفي عالم كله مبني على الخوف من المخبرين. دي كانت ضربة قاتلة. مولارسكي اتهم ماكس إنه عميل حكومي زرع نفسه، وإنه دمر المنتديات عشان يجمع كل المجرمين في مكان واحد تحت المراقبة. الكلام كان كذب بالكامل، لكنه متظبط بدقة، لأن ماكس أصلا كان عنده ماضي مع FBI معروف عند ناس معينة، وراجل أكبر 6000 مجرم يدخلوا منصة بالعافية، طبيعي يبقى عنده أعداء مستعدين يصدقوا أي حاجة وحشة عنده. ولما مساعدي ماكس عملوا شبه محاكمة لماستر سبلينتر وعرضوا الأدلة والIP لوجز وربط بيتسبرغ، معظم الأدلة كانت اختفت بالفعل. الحكم النهائي كان غير حاسم، مولارسكي فضل مكانه وهويته السرية فضلت سليمة، ودارك ماركت كمل شغل تحت إدارة عميل FBI سنتين كاملين بعد كده. ماكس كان صح في كل حاجة، بس محدش برضه صدقه. ومن هنا القصة بتتغير، لأن من اللحظة دي الحيطان بدأت تقفل عليه، وماكس اللي سبق الكل بخطوة طول الوقت كان داخل على الغلطة الوحيدة اللي ما ينفعش ترجع منها. بدأ يحس إن النهاية قربت، وبدل ما يهرب حاول يختفي من جواه. فكر كده في اللي عمله، اكتشف عميل فيدرالي متخفي بمجرد الIP لوجز وأنماط دخول، راجل متدرب يكون غير مرئي، انكشف بسبب أثر رقمي بسيط،
لو عميل فيدرالي ما قدرش يختفي، تخيل اثرك الرقمي عامل ازاي دلوقتي. اسمك، عنوانك، رقمك، اسماء قرايبك، اكونتات قديمة نسيتها، مواقع اتقفلت من سنين، تسريبات بيانات عمرك ما سمعت عنها، كله موجود اونلاين لاي حد يدور. الخطر الحقيقي مش هاكر خارج بيكسر بنك، الخطر في نصاب عادي يرن عليك وهو عارف اسمك الكامل والشارع اللي اتربيت فيه ويكلمك كأنه البنك بتاعك. هو ما اخترقكش، هو بس دور عليك. وبحلول نوفمبر 2006 ماكس نفسه كان حاسس بالخطر. فجأة أعلن تقاعده من غير دراما، من غير خطاب وداع طويل. سلم الكاردرز ماركت لمستخدم اسمه ذا 3 كورابتد 1، وايسمان اختفى. كان حاسس ان الاف بي اي اختفت. قضية ماستر سبلنتر خوفته اكتر ما اظهر، وفي مكان جواه كان عارف ان نفس الطريقة اللي استخدمها عشان يكشف عميل فيدرالي ممكن تستخدم برضه ضده. لكن في حاجة ما كانش يعرفها، ذا 3 كورابتد 1 نفسه كان شغال مع السيكريت سيرفيس. يعني ماكس سلم امبراطوريته بايده للناس اللي كانت بتطارده. في نفس الوقت المحققين كانوا بيعملوا شغلهم المعتاد، يمسكوا الخيط واحدة واحدة. بدأوا بالمشترين الصغيرين، وكل واحد يتقبض عليه يا يتعاون يا يواجه الحكم كامل. أغلبهم اتكلم. المشترين وصلوا للبياعين، والبياعين وصلوا للأدمنز، والأدمنز وصلوا لكريستوفر أراجون شريك ماكس القديم، حرامي البنوك السابق. أراجون كان محتفظ بالسجلات دقيقة جدا لكل عملية وكل تعامل بينه وبين ماكس. هو شخصيا ما خانش ماكس مباشرة، لكن السجلات اللي خانته. اتقبض على ناس اكتر، وواحد منهم قال معلومة مهمة: ايسمان عايش في منطقة اوكلاند او سان فرانسيسكو. وده كان كفاية. الاف بي اي اخدت اذن تراقب اي بي يدخل على الكاردرز ماركت، والنتيجة كانت مجموعة لوج انز جاية باستمرار من نفس المنطقة السكنية في سان فرانسيسكو. ماكس كان بيغير الشبكات ويبدل الاتصالات ويعمل كل حاجة صح إلا غلطة واحدة، كان دايما بيرجع لنفس الشقة. في 5 سبتمبر 2007 عملاء السيكريت سيرفيس دهموا شقة في سان فرانسيسكو. ماكس كان جوه قدام أجهزته بيعمل اللي بيعمله كل ليلة من سنين. القبض عليه كان هادي، مفيش مطاردة، مفيش مقاومة، مجرد الباب اتفتح والحاجة اللي كان بيهرب منها طول عمره وصلت له أخيرا. على الهاردات بتاعته لقوا حوالي 5 تيرابايت بيانات مشفرة. خبراء التحليل الجنائي من جامعة كارنيجي ميلون قعدوا أسابيع يفكوا اللي فيها، واللي لقوه كان خريطة كاملة لكل إمبراطوريته، اختراقات لأكتر من 1000 مؤسسة مالية، ملايين بيانات الكروت، تاريخ الكامل لكاردرز ماركت، حوالي 2 مليون رقم بطاقة، وعمليات نصب بحوالي 86 مليون دولار أثرت على أكتر من 10,000 بنك ومؤسسة مالية حول العالم. وفي فبراير 2010 ماكس اعترف بالذنب في تهمتين احتيال إلكتروني. القاضي حكم عليه ب 13 سنة سجن فيدرالي، أطول حكم هاكينج في تاريخ أمريكا وقتها، غير 27.5 مليون دولار تعويضات و5 سنين مراقبة بعد الخروج. الراجل اللي زمان قفل ثغرات البنتاجون بدافع المبدأ، واللي كشف عميل FBI بالمنطق وتحليل الشبكات، اتحكم عليه يختفي 13 سنة ورا القضبان. وفي المحكمة قال إنه فاهم حجم الضرر اللي عمله وما حاولش يبرر نفسه خالص. بس التفصيلة اللي بتقولك ماكس كان مين فعلا حصلت سنة 2014. بعد 7 سنين سجن قدر يجيب موبايل مهرب جوه السجن، وخلال أسابيع كان مشغل عملية جديدة، أرقام بطاقات مسروقة من الإنترنت، وفلوس بتتغسل عن طريق مساجين تانيين من جوه السجن نفسه. بعض الناس ببساطة متصممين بطريقة معينة ولا أي حكم يغيرهم. واللي يميز قصة ماكس مش الحجم ولا الجرأة ولا العبقرية التقنية، لكن 3 تناقضات غريبة. أول حاجة، كان عايز نظام. كل خطوة كبيرة عملها كانت نابعة من إحساس إن النظام بايظ ولازم حد يصلحه. كان مصلح بس في الجانب الغلط من القانون. تاني حاجة، محدش فكر يعمل اللي عمله قبله. محدش استخدم أدوات الهاكينج ضد البنية التحتية الإجرامية نفسها. الناس كانت شايفة المنتديات أرض محايدة، وماكس شافها أغلى هدف في اللعب. وتالت حاجة والأغرب، بتدميره الدارك ماركت، ماكس بشكل غير مباشر ادى الاف بي اي افضل فرصة ممكنة. مولارسكي دخل الفراغ وشغل المنتدى كعملية فيدرالية 2 سنين كاملين، 59 عملية قبض، 70 مليون دولار عمليات نصب اتمنعت. الراجل اللي سرق العالم الإجرامي ساعد الحكومة تنظفه. وحتى لما كشف ان مولارسكي عميل فيدرالي كان صح، بس محدش صدقه. وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة. فلو عجبك الفيديو
لايك وسبسكرايب للقناة. سلام.